العديد من الاخطار الرائده في كره القدم طلبت ود هذه الدوره. تعرف مستقبلا ناجحه وارقامها تتحدث عنها. دلوني على الجمهور بهذه الهستيريا وبهذا التوهج في كل الفئات العمريه. الوطن متجدر في الاعماق من الصبا حتى الشيخوخه. قيمه الوطن كبيره وكبيره جدا في نفوس كل المغاربه. في هذه الصوره البانوراميه للعاصمه الرباط منظر مدهش، دهشه اللحظه وروعه المشهد. وليد القراقي نتمنى ان شاء الله اليوم كيعرف بانه عليه ضغط كبير، وقالها في الندوه الصحفيه، قال نتمنى الجمهور ما يصمتش 90 دقيقه ما يسكتش، وبرر بانه لما كان في الوداد والجمهور الكبير ديال الوداد قال بانه لما كيبرر معلومات اللاعبين ما كانوش كيسمعوا في الوداد، اعتبار الجمهور الكبير ديال الوداد الذي ما يكون في هذا الشيء. هو السيناريو اللي بغى يتكرر في هذه المقابله هو اللي شاهدنا الان. المقابله المتصدرات والهستيريا في هذا الاثناء صاحب السمو الملكي ولي العهد الامير مولاي الحسن في اجواء رائعه جدا تبادل الجماهير الرياضيه التحيه في هذا العرس الكروي الافريقي الكبير في مشهد رائع جدا. ابتسامته، الثقه، قلت يترأس مراسيم افتتاح هذه الدورة لكأس افريقيا للأمم بكرة القدم المغرب 2025 صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بحديث مع عميد المنتخب جزر القمر نشان كاما الذي سيخوض مقابلة رقم 71 مع منتخب بلاده. في هذه الأثناء يتقدم لاعب منتخب جزر القمر للسلام على سموه منتخب جزر القمر الذي يحضر لثاني مرة لحفل كروي من هذا المستوى بعد دورة الكاميرون 2021. جزر القمر بلد صغير جنوب شرق قارة افريقيا في الساحل الشرقي للقارة افريقيا. 900 ألف نسمة، 1900 كيلومتر مربع، واحد من ثلاث أصغر دول في القارة الافريقية. يتقدم كذلك حكام مقابلة للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، من ضمنهم حكم الساحة جون جاك ندالا، واحد من الحكام الكبار في القارة الافريقية. ثلاثي تحكيم هذه المقابلة من الكونغو الديمقراطية، فيما يتقدم لاعب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم للسلام على سموه. البداية بالعميد غانم سايس العائد بعد غياب طويل. بونو صمام وأمان دفاع، نايف أكرد فتى الوديع في الخط الخلفي. تحفيزات كبيرة ليكونوا في الموعد مايسترو فريق مانشستر يونايتد نصير المزراوي. تحفيزات كبيرة نائل العناوي ابن أسطورة التنس يونس العناوي، واحد من لآلئ فريق ايس روم الإيطالي. والأناس صلاح الدين اكتشاف جديد في الكولوار الايسر، لاعب فريق ايندوفن الى جانب الصباري. كيتخدم اللاعبين عميد المنتخب الوطني المغربي غانم سايس، هذا مايسترو فريق ريال مدريد برايم دياز، هذا محرات الوسط سفيان مرابط. والجماهير المغربيه فيما نحلة خط الوسط ومهندس خط الوسط الزين أوناهي، واحد لاعب رقيقي بمستوى كبير فنيا. وهذا الصباري نجم فريق ايندوفن متعدد الادوار. سفيان الرحيمي
هداف دورة باريس أولمبيا، نتمنى ينفجر هجوميا في هذه الدورة، نعول عليه كثيرا. كان أجواء رائعة جدا، تحفيزات كبيرة للاعبين ليكونوا في الموعد أمام قرابة 70,000 متفرج. بالتأكيد دقائق المقابلة سنعيش سيناريوهات مجنونة، لأن اللاعبين المغاربة أسود أطلس فيما تلتقط صورة للتاريخ. لمنتخب جزر القمر مع صاحب سمو الملكي ولي العهد أمير مولاي الحسن، وكذلك صورة أخرى للتاريخ وللذكرى مع حكام المقابلة ثلاثي اللقاء من الكونغو الديمقراطية، حكام الفار من موريتانيا بيضاء دحان وبوبكار صار من السنغال، الركراكي وباقي الطاقم التقني. فيما صورة أخرى للتاريخ لأسود أطلس الذين يلتقطون في هذه الأثناء، صورة تاريخية مع صاحب السمو الملكي ولي العهد أمير مولاي الحسن وسط عاصفة من التصفيقات، الهتافات والصيحات من كل حدب وصوب لرفع همم اللاعبين ليكونوا إن شاء الله في الموعد. تساقطات مطرية مهمة في هذه الأثناء، تصلكم صيحات سير لازمة الكرة المغربية منذ 2022، سير نحو اللقب. هذه رسالة الجمهور للاعبين في هذا العرس الكروي الكبير. تحية كبيرة من كل أرجاء الملعب لصاحب السمو الملكي ولي العهد أمير مولاي الحسن الذي يبادل التحية للجماهير الرياضية والطاقم الاحتياطيين في هذا المشهد الرائع جدا. بسم الله مجراها ومرساها، بسم الله مرساها ومجراها، يعطي صاحب السمو الملكي ولي العهد أمير مولاي الحسن انطلاقة الفعلية لحدث رياضي بارز عبأت له المملكة المغربية الكثير من الإمكانات لتكون في الموعد بفضل الرؤية الحكيمة للرياضي الأول جلالة الملك محمد السادس نصره الله. وسط هذه الهتافات وهذه الحناجر التي تصدح باسم المغرب، يعود في حفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير صاحب السمو الملكي ولي العهد أمير مولاي الحسن للمنصة الملكية لمتابعة أطوار هذه المقابلة الشهيرة. إذا نمشي بسرعة ونعطي تشكيلة الفريقين في هذه المقابلة التي ستحبس أنفاس. بطبيعة الحال العميد غانم سيس الفريق الوطني يدخل بالتشكيلة التالية وغيلعب بشكل 4-3-3. هناك بونو في الحراسة